كان يا مكان في قديم الزمان في حارة صغيرة وسط القاهرة، كان في بيت قديم ومهجور من سنين طويلة. البيت ده كان معروف بين الناس إنه مليان بقصص غريبة ومرعبة، والكل كان بيقول إن في جن ساكن في القبو اللي تحت. القصة دي هحكي لك عنها بالتفصيل وتعرف إيه اللي حصل فعلا مع أحمد اللي قرر يدخل البيت ده في ليلة من الليالي علشان يكتشف الحقيقة. أحمد ده كان شاب عادي عمره في العشرينات، كان دايما بيحب المغامرة والاستكشاف، ولما سمع عن البيت ده قرر يروح يدخله الليلة علشان يشوف هل الكلام ده حقيقي ولا لأ. إيه في نص الليل ومعاه كام صحابه وبدأوا يطلعوا على البيت. الشارع كان هادي والهواء كان بارد والنجوم لسه متلألئة في السماء. دخلوا الباب الحديد المتهالك وابتدوا يصعدوا الدرج اللي كان بيصدر صوت صرير مخيف. دخلوا الأوضة الأولى، كانت مظلمة ورائحة العفن كانت فايحة في المكان، وابتدوا يضحكوا ويحكوا نكت، لكن الجو كان مش مريح خالص. وفجأة سمعوا صوت خبط بعيد، عشان كده أحمد قال يا جدعان ده احنا مش لوحدنا هنا، وابتدوا يتقدموا ببطء وهم بيحكوا بعض القصص عن الجن اللي بيقولوا إنه ساكن في القبو. وصلوا لباب القبو اللي كان مقفول، وقفوا قدامه. أحمد قرر يفتح الباب دون، وفعلا حاول يفتحه وكان بيصطدم بمقاومة غير عادية، كأنه في حاجة بتقاومه من جوه. ولما فتحه شاف درج من حديد منور بالضوء الخافت نازل تحته، وفضلوا يتنقلوا بين بعض وقلوبهم كانت بتدق بسرعة. نزل أحمد أول واحد والظلام كان دامس، لكن كل خطوة كان فيها صوت صرير حديد، والصوت ده كان بيملى المكان بالرعب. وفجأة لقوا نفسهم قدام غرفة صغيرة، الباب كان مفتوح وفيها ضوء ضعيف. دخلوا ولقوا قدامهم شكل غريب، كأن في تماثيل مشوهة وأشكال غريبة مرفوعة على الرفوف، وكانت فيها عيون بتلمع في الظلام. عندها بدأ الصوت يتغير والجو يعم برودة قارصة، وفجأة بدأ يسمعوا أصوات همسات وكأن ناس بتتكلم من ورا الحيطان، والأصوات دي كانت بتقول مش هسيبكم تخرجوا، دي مكاننا ومحدش يقدر علينا. أحمد حاول يهرب لكن الباب اتقفل من نفسه، وكل واحد كان بيحاول يهرب، لكن المكان ده كان مليان بأشياء غريبة والأرواح كانت بتظهر من العدم. وفي لحظة ظهر شكل مخيف قدامهم، شبه إنسان لكن عيونه كانت حمراء وشكله كان مشوه، وابتدى يطاردهم، والصوت اللي كان بيقول ارجعوا المكان اللي جيتوا منه، ده مكاننا ومحدش يقدر علينا هنا. أحمد ورفاقه كانوا بيتململوا من الرعب وبيحاولوا يلاقوا مخرج، ولقوا سرير قديم موضوع في ركن وفكروا إنهم يختبوا تحته. وفي النهاية وبعد معركة مع الرعب قدروا يهربوا من المكان وهربوا بسرعة من البيت، ولقوا الطريق اللي رجعوا منه. ومن يومها أحمد ما اقتربش من البيت ده تاني، وكل اللي حصل معاه خلاه يصدق إن الجن اللي في القبو ده مش بس أسطورة، ده حقيقة مرعبة وساكنة، ومحدش يعرف إيه اللي يحصل لو دخلت القبو ده تاني. وبكده تبقى قصة الجن اللي في القبو دي من القصص اللي ما بتنساهاش وبتفضل عايشة في الذاكرة كتحذير لأي حد يفكر يدخل مكان مليان أسرار مرعبة.